تصريح خطير من لامين يامال يفاجئ به المنتخب المغربي بعد فوز منتخب إسبانيا على السعودية، ويقصف جبهة صحفي إسباني. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، واكتبوا في التعليقات ديما مغرب، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعد فوز إسبانيا على السعودية. وتألق لامين يامال، فقد سأل صحفي إسباني لامين يامال في المؤتمر الصحفي وقال له: نحن كإسبانيا نريد الانتقام من المنتخب المغربي الذي أقصانا من كأس العالم 2022، فهل تريد الانتقام منهم أيضا؟ لامين يامال: صراحة أنا لا أفكر في الانتقام مطلقا، بل أكن كل الاحترام والتقدير لهذا الفريق العظيم. المنتخب المغربي أثبت للجميع أنه من أقوى المنتخبات في العالم وليس في إفريقيا فقط، وما حققوه في مونديال قطر كان إنجازا تاريخيا مستحقا بكل جدارة. نحن كلاعبين محترفين ننظر إلى الأمور بواقعية داخل الملعب، والمغرب يمتلك منظومة كروية مرعبة ومدربا عبقريا يعرف كيف يدير المباريات الكبرى. الانتقام كلمة لا وجود لها في قاموسي عندما يتعلق الأمر ببلد يمتلك كل هذه المؤهلات واللاعبين العالميين الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية. المواجهات السابقة أصبحت من الماضي، واليوم المغرب يفرض احترامه على الجميع بأدائه الثابت وشخصيته القوية في الملعب. لذلك الحديث عن الانتقام هو تقليل من حجم الخصم، والمغرب ليس خصما سهلا لكي نتحدث عن الانتقام منه بهذه البساطة، بل هو منافس مباشر على أعلى المستويات الكروية العالمية حاليا، الصحفي الإسباني. لكن ألا تشعر بالرغبة في إثبات تفوق إسبانيا مجددا بعد تلك الخسارة القاسية في قطر؟ لامين يامال: التفوق يثبت بالأداء والبطولات وليس بالثأر العاطفي، والمغرب أثبت تفوقه علينا في الميدان بفضل تكتيكه العالي وروحه القتالية. أنا أركز فقط على مساعدتي وزملائي في تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة نخوضها، دون النظر إلى حسابات سياسية أو تاريخية قديمة. المنتخب المغربي صراحة من أقوى المنتخبات في هذه البطولة الحالية، ولقد شاهدناه جميعا كيف فاز في المباراة السابقة أمام اسكتلندا بأداء هجومي مرعب وسيطرة تامة على مجريات اللعب. وفي المباراة التي قبلها تعادل في المواجهة النارية أمام المنتخب البرازيلي العريق، وكان المغرب هو الأحق والأقرب بالفوز في تلك الملحمة الكروية بشهادة كل خبراء ومحللي العالم. هذا الأداء الثابت أمام كبار اللعبة يوضح للجميع أن هذا المنتخب لا يمزح، وأنه وصل إلى مرحلة من النضج الكروي تجعله قادرا على مقارعة أي فريق في العالم والانتصار عليه دون خوف أو تردد. الصحفي الإسباني: هل هذا يعني أنك تخشى مواجهة أسود الأطلس في الأدوار الإقصائية القادمة؟ لامين يامال: الأمر لا يتعلق بالخوف بل بالواقعية والتقدير لقوة المنافس، وأنا صراحة لا أتمنى مواجهة المنتخب المغربي في هذه البطولة إطلاقا. المواجهة مع المغرب ستكون معقدة للغاية وصعبة جدا علي من الناحية النفسية والبدنية، لأنني أمتلك أصولا مغربية عريقة وأفتخر بها دائما. هذه المواجهة تحديدا ستضعني في موقف صعب جدا، حيث تتدخل العاطفة بقوة، وأشعر بوجود انقسام داخلي وحالة من صراع الانتماء للمغرب داخل قلبي. أنا لاعب محترف وأدافع عن قميص إسبانيا بكل إخلاص، لكن دمي العربي والمغربي يظل ينبض في عروقي، ولا يمكنني إنكار ذلك أو تجاهله. عندما تلعب ضد بلد يمثل جذورك وعائلتك وتاريخك، تصبح المباراة عبئا نفسيا ثقيلا لا يتمناه أي لاعب. لذا من الأفضل لكلا المنتخبين أن يسير كل منا في طريقه الخاص نحو النهائي دون صدام مباشر يصعب تحمله عاطفيا. الصحفي الإسباني: يبدو من كلامك أنك ما زلت مغربيا وتفتخر بأصولك، فما هو تعليقك على الفيديو المنتشر لك وأنت تحتفل بفوز المغرب على إسبانيا في قطر؟ لامين يامال: نعم، لقد شاهد الجميع هذا الفيديو ولا أجد أي حرج في ذلك. في ذلك الوقت كنت صغيرا جدا، وهذه كانت براءة الأطفال وعفويتهم. كنت أحب بالفعل المنتخب المغربي وأعشقه من كل قلبي، وأنا فخور للغاية بأنني كنت أرتدي قميص المنتخب المغربي وأشجع أسود الأطلس بكل حماس أمام زملائي في المدرسة وأصدقائي. لدي الشرف الكبير بذلك، فالمغرب هو بلد الأم ووالدي مغربي الجنسية، وأنا نشأت وتربيت على حب هذا الوطن والافتخار بأصول المغربية والعربية أمام الجميع. تلك اللحظات العفوية تعبر عن طفولتي وعن الرابط القوي الذي يربطني ببلد والدي، وهو أمر طبيعي يمر به أي طفل يمتلك جنسيتين
جنسيتين وثقافتين مختلفتين. الاحتفال بفوز المغرب كان نابعا من مشاعر صادقة تجاه عائلتي وجذوري، وهذا الفخر سأظل أحمله معي دائما طوال مسيرتي الاحترافية والحياتية. الصحفي الإسباني: إذا لم تتمكن إسبانيا من الفوز باللقب فمن تتمنى أن يرفع الكأس في النهاية؟ لامين يامال: أتمنى من كل قلبي إذا لم يفز المنتخب الإسباني بهذه البطولة أن يتوج المنتخب المغربي باللقب ويسعد الملايين من عشاقه حول العالم. هذا ليس مجرد تمن عاطفي، بل هو اعتراف بالجهد الكبير والمشروع الكروي العملاق الذي تقوده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ سنوات طويلة. المغرب يستحق الفرحة ويستحق أن يكون في قمة الهرم الكروي العالمي بعد كل ما قدمه من تضحيات ومستويات مشرفة رفعت رأس الكرة العربية والإفريقية عالية. فوز المغرب سيكون فوزا لكل شاب طموح، وفوزا لعائلتي ولوالدي الذي يحلم برؤية بلده متوجا بالذهب. سأكون أول المهنئين لهم وأول السعداء بهذا الإنجاز التاريخي، لأنني أعتبر نجاح المغرب هو نجاحا لجزء كبير من هويتي وشخصيتي التي تشكلت بناء على جذوري المغربية الأصيلة. الصحفي الإسباني: إذا لم تتمكن إسبانيا من الفوز باللقب فمن تتمنى أن يرفع الكأس في النهاية؟ لامين يامال: أتمنى من كل قلبي إذا لم يفز المنتخب الإسباني بهذه البطولة أن يتوج المنتخب المغربي باللقب ويسعد الملايين من عشاقه حول العالم. هذا ليس مجرد تمن عاطفي، بل هو اعتراف بالجهد الكبير والمشروع الكروي العملاق الذي تقوده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ سنوات طويلة. المغرب يستحق الفرحة ويستحق أن يكون في قمة الهرم الكروي العالمي بعد كل ما قدمه من تضحيات ومستويات مشرفة رفعت رأس الكرة العربية والإفريقية عاليا. فوز المغرب سيكون فوزا لكل شاب طموح، وفوزا لعائلتي ولوالدي الذي يحلم برؤية بلده متوجا بالذهب. سأكون أول المهنئين لهم وأول السعداء بهذا الإنجاز التاريخي، لأنني أعتبر نجاح المغرب هو نجاحا لجزء كبير من هويتي وشخصيتي التي تشكلت بناء على جذور المغربية الأصيلة. الصحفي الإسباني: ما الذي يميز اللاعب المغربي في رأيك ويجعله يتألق بهذا الشكل في الملاعب الأوروبية والعالمية؟ لامين يامال: اللاعب المغربي يتميز بتركيبة فريدة تجمع بين المهارة الفطرية العالية جدا والروح القتالية الشرسة التي لا تجدها عند الكثير من اللاعبين الآخرين. هم يلعبون بقلوبهم قبل أقدامهم، ولديهم رغبة جامحة في تشريف راية بلادهم وإسعاد شعبهم المحب لكرة القدم حتى الجنون. بالإضافة إلى ذلك، اللاعب المغربي يتأقلم بسرعة كبيرة مع الخطط التكتيكية المعقدة في أوروبا بفضل ذكائه الكروي الحاد وقدرته البدنية العالية. عندما تشاهد لاعبين مثل حكيمي أو زياش أو بونو ترى في أعينهم الشغف والرغبة في الفوز، وهذا الشغف ينتقل تلقائيا إلى بقية المجموعة. هذه الروح الانتصارية هي السر وراء النجاحات الأخيرة، وهي التي تجعل المنتخبات الكبرى تخشى مواجهة المغرب في أي بطولة مجمعة. الصحفي الإسباني: لو طلب منك توجيه رسالة للجماهير المغربية التي تتابعك وتدعمك بسبب أصولك، ماذا تقول لهم؟ لامين يامال: أود أن أقول للشعب المغربي العظيم والجماهير المغربية الوفية: شكرا لكم من أعماق قلبي على كل هذا الدعم والحب والتشجيع المستمر الذي ألمسه منكم يوميا. أنا فخور جدا بجذوري المغربية، ورغم أنني أمثل منتخبا آخر إلا أن مشاعركم الطيبة تصلني دائما وتمنحني دافعا كبيرا لتقديم الأفضل وتطوير مستواي. أتمنى لكم وللمنتخب المغربي كل التوفيق والنجاح في هذه البطولة وفي كل المنافسات القادمة، وأن تظل راية المغرب خفاقة دائما في سماء الكرة العالمية. أنتم شعب يعشق كرة القدم وتستحقون الأفضل دائما، ورؤية الفرحة في وجوهكم هي أجمل مكافأة يمكن أن يحصل عليها أي لاعب يمتلك دما مغربيا يجرى في عروقه. دمتم دائما سندا وفخرا، ودائما المغرب. اللهم وفق المنتخب المغربي وانصر أسود الأطلس، واكتب لهم الفوز والتتويج في كل المباريات والبطولات القادمة. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.